نعمل ايه لو البيت محسود وكل شوية حد بيتعب وتحصل مشاكل بين اهل البيت وخناقات دايما؟ اول حاجة هنعملها هو التدوير والبحث في الاسباب الطبيعية زي الاسباب الطبية، وزي احنا بنتخانق كتير مع بعض ليه؟ هل في سبب مكرر بيسموه الباترن؟ هل في سبب مكرر بيخلينا نتخانق؟ ونحاول نحل مشاكلنا مع بعض اجتماعيا واخلاقيا. الحاجة التانية هنعمل حاجتين هما الوصايا النبوية، وبعدين ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ده دواء ونبقى شاكين في الدواء. احنا ما بنشكش في الطبيب الماهر لو وصف دواء معين، يقول لك فلان الدكتور اداني دواء معين، ايه سحر؟ طب ما بالك لما ربنا يوصف لك دواء؟ فاحنا بنعمل حاجتين، بنواظب على اذكار الصباح والمساء اللي فيها المعوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وقل هو الله احد، وفيها آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة اللي نزل فيها أنها يعني لا يقف أمامها لا وسوسة شيطان ولا حسد أي حاسد. حاجة تانية، نشغل سورة البقرة في البيت. سورة البقرة لا يستطيعها البطلة أي السحرة، ولا يمكث الشيطان في البيت 3 أيام إذا كانت سورة البقرة شغالة. فإحنا مش هنقدر نقرأ سورة البقرة يوميا، أغلب الناس ما يقدرش يعمل كده إلا اللي عنده القدرة والوقت، فبنشغلها في كاسيت في البيت، بنسيبها شغالة على طول ما تطفيش، حتى لو مش بنستمع ليها، لأن الأمر بالاستماع للقرآن أمر للاستحباب، فلا يأثم أي إنسان سايب القرآن في الخلفية كده ولا يستمع إليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ده أمر للاستحباب. فالبقرة وأذكار الصباح والمساء، واطمئنوا تماما، لأن دي الوصفة الربانية.